السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عملناه مع بعض. مش هقول لكم انا كنت غايبة عنكم ليه، باين على صوتي. المهم، فيديو من فيديوهات التوفير. اتكلمنا كتير قوي عن التوفير، وعملنا فيديو مخصوص عن التوفير في فواتير الكهرباء والغاز والمية. هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، هسيب لكم الرابط بتاعه في اول تعليق مثبت. نكمل في الكلام عن فيديوهات التوفير. شوية نقاط بسيطة كده جت على بالي، حبيت أشاركها معاكم. المرتبات زي ما هي والأسعار بتزيد، في غلا جامد قوي على الأهالي أو الأسر المصرية، وفشل في الميزانية. مهما حاولت تدبري الميزانية بتخرم منك. المرتب بعد ما كان بيكفي الشهر بالعافية وبنحاول ندبقها ونلمها من اليمين ونلمها من الشمال، بقى ما بيعملش حاجة. الموضوع ما عادش مجرد توفير او ان انا اعين قرش على جنب او اكسر قرش ينفعني في حاجة تانية. الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. الموضوع بقى ازاي اكفي بيتي بحيث ان المرتب يكفي الشهر، ما اضطرش ان انا الجأ لحد وامد ايدي واستلف. هنعمل ايه؟ شوية نقط بسيطة قوي. اول حاجة قبل اي نقطة نتكلم فيها، ولادك. لازم تقعدي مع ولادك وتفهميهم الوضع كان ايه وبقى ايه، ولازم نعمل حساب لايه، واحنا بنتكلم مع بعض اصلا ليه، او انتي بتكلميهم ليه. تعرفيهم الدنيا كانت تمام، كنا بنقدر نعمل كذا وكذا، الوقت مش هنقدر نعمل غير كذا بس. كنا بنخرج مثلا مرة أو مرتين كل أسبوع، وبنروح ونشهيص وناكل بره ونعمل. ما عادش يبقى في الكلام ده. معلش اسفه. لازم نوفر في الفواتير. نعمل ايه؟ يعني تاخدي وتدي مع اولادك، هيساعدوكي. الاسره مش عباره عن ام بس او اب بس او اب وام مع بعض. الاسره كيان كامل، اب وام وولاد. انا لو قعدت اطفي الانوار ورا ولادي وهم مش مستوعبين او مش فاهمين ايه الوضع اللي احنا فيه، انا كده بدن في ملطة. هم يقعدوا يفتحوا انوار وانا اقعد اقفل. لازم هم كمان يشاركوني في كل حاجة، مش في موضوع الكهرباء والخروجات وبس. احنا دلوقتي هدفنا الاساسي بقى تقليل النفقات الاساسية. نعمل ايه؟ نتخلى عن شوية حاجات، او نحاول نقلل استهلاكنا من شوية حاجات، وندور على بدائل تنفعنا. ماشي. اتكلمنا قلنا عن توفير فواتير الكهرباء، بس في كذا حاجة برضو ممكن تساعدنا. انا طبعا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، بس بتفرج على فيديوهات غيري. ده مش انتقاد لغيري، ده مجرد فكرة عامة بدون ذكر اسامي لحد معين. مثلا ممكن الاقي حد في الروتين شال الستارة بتاعة الصالون، السفرة، اوضة النوم، اي ستارة ايا كانت هي ايه، وقامت اخدها. ده اللي خلاني اعمل الفيديو النهارده على فكرة. تاخد الستارة تحطها في الغسالة. انا قلت احط الستارة في الغسالة واغسلها علشان اخلص منها وتنشف بقى وهي علقت واحدة تانية اصلا، يعني هي علقت ستارة تانية اصلا. طب انتي لميتي الستارة وحطيتيها لوحدها في الغسالة، هي الغسالة اتملت؟ الغسالة ما اتملتش، ده ستارة خفيفة انتي حطيتيها لوحدها وانتهينا. هو ده توفير الكهرباء؟ طيب، انا هغير النهارده، هعمل اوضه الاطفال، هغير ملايات اوضه الاطفال. اخدت الملايتين بكساوي الخدريات المخدات بتاعتها، حطيتها في الغساله لوحدها وشغلت عليها. هو ده توفير الكهرباء؟ استحاله. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ الغساله بالنسبه لي ما تشتغلش على حاجه واحده ولا على حاجتين.
فيها إهدار للمسحوق وللمية وللكهرباء. الغسالة تشتغل لما أملاها. مش هترسها خالص لدرجة إنها ما تمشيش، لا أملاها، أحط فيها حاجات تستاهل إن أنا أشغلها على دورة غسيل. ابني روح من المدرسة، قلع هدوم أو طقم المدرسة، حطيته يتغسل. طب ما اجمع عليه حاجات تانية برضو علشان اشغل الغسال. هشغل الغسالة على طقم المدرسة وانتهينا، وممكن يبقى عندي غسيل تاني. في ايه؟ يبقى اول حاجة انا ممكن اوفر في الغسيل، بدل ما انا عمالة اغسل عمال على بطال، اوفر في الكهرباء والمية والمسحوق ومجهودي انا نفسي. تمام، دي الغسالة. طيب ايه تاني؟ انا هطبخ طبخة معينة ببصلاية، يا اما اعملها على ايدي يا اما احطها في الكبة. هعملها على ايدي واستسهل واعمل على ايدي علشان ما اغسلش الكب، حلو وجميل وربنا يديك الصحة والعافية وتعملي كده. طب هعملها في الكب، هتشغلي الكب على بصلاية، ما تجيبي جنبها 3 4 بصلات وتعمليهم وتستعملي اللي تستعمليه والباقي عينيه. هتوفري على نفسك مجهود مرة تانية، هتوفري كهرباء مرة تانية، هتوفري غسيل الكبة كذا مرة. في ايه؟ بصلاية في كبة وانتهينا. طب ما تجيبي شوية اعمليهم في الكبة، وفري على نفسك يا ستي. في حاجات كتير قوي احنا بنهدر فيها واحنا مش واخدين بالنا. انا زي ما قلت في اول الفيديو امشي والف ورا ولادي عشان اقفل الانوار. طب ما اعودهم ان مفيش حاجه اسمها انوار الا بدايه من المغرب. بداية الصبح انا اتمتع بنور ربنا، افتح الازاز والشيش، افتح الشيش واقفل الازاز او اقفل السلك، نور ربنا داخل، يبقى مفيش انوار في البيت. على فكره انا معليه النور عشان بصور فقط. انا دلوقتي لوحدي في البيت، محدش موجود معايا، انا قاعده في ضلمه، قاعده على لمبه واحده اللي هي الموفره فقط لا غير. كان لسه في اضاءه بره، ما كنتش مشغله نور. اول ما الدنيا ضلمت شغلت عشان اصور الفيديو، عليته سنه عشان يبقى فيه اضاءه واضحه ليكم. غير كده ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ انا قاعده لوحدي، انوار الشقه كلها مقفوله. ملوش لازمه ان انا اهدر في النور على الفاضي. نور السلم اللي بيفضل مفتوح عمال على بطال طول النهار والليل. انا بنفسي اما بخرج اروح الشغل بلاقي جيران سايبين نور السلم، بنزل شغلي 10:30 و11 الصبح الاقي نور السلم بتاعهم مفتوح. ليه احنا بنعمل في نفسنا كده اصلا؟ الميه، ما سيبش الحنفيه مفتوحه وانا بغسل المواعين او بغسل اي حاجه. ليه الحنفيه تفضل مفتوحه؟ اصل انا سايباها رقرق صغنن، او انا سايباها مسيله حبه صغيرين. طب ما تقفليها، انت جمعت شويه مواعين وواقفه بتغسليهم، اقفلي الميه عما تخلصي. اقول لك على حل تاني، انقعيهم. والله انا بعمل كده، والله انا بعمل كده، مش عشان غسلت الاطباق، لا، بعمل كده حتى لو انا غسلتهم على ايدي، بدل ما افتح الميه عشان خاطر اقعد انزل اي حاجه لازقه في الاطباق عشان اعرف اغسلها. طب ما انا اجيب حله كبيره اصلا من الحلال اللي هي هتتغسل، واملاها ميه واحط جواها الحاجات اللي هتتغسل. الاطباق بالترتيب من الكبير للصغير. ما عنديش اطباق، احط الكوبايات والمعالق والشوك والسكاكين. هتسيبيهم ساعه ولا ساعتين خلاص هم فكوا، مش محتاجين انك تفتحي عليهم الميه وتفضلي شغاله، او مشغله الميه وانت بتغسليهم. ده اهدار على الفاضي. الدروس الخصوصية، ولما نتكلم عن الدروس الخصوصية حدثي ولا حرج. والله 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 أنا أعرف ناس من سنين بيدوا دروس خصوصية في كل المواد، حتى مادة الدين، مادة التربية الإسلامية، مش هين عليها تقعد مع ابنها تذاكر له الدين. طب هي مش فاضية، ابنها ما يعرفش يذاكر الدين؟ ما تعرفش تجيب له ملخص يحفظ سؤال وإجابة؟ الموضوع محتاج درس خصوصي في مادة الدين؟
احنا بنهدر فلوس في حاجات غريبة. ما بتدفعش هي ولا الاب او الام ما بيدفعوش النت يشغل له فيديو مرة ولا مرتين في الاسبوع، يشوف درس ولا درسين دين كل اسبوع، وانت هنا بدل ما بدفع مبلغ قد كده في درس الدين. ابنك شاطر في مادة مش لازم ياخد فيها درس، ياخد في المراجعة، يذاكرها لوحده وياخد في المراجعة وبس وانتهينا. من ضمن بقى الحاجات اللي فرستني، يعني قلت لكم ان انا كنت بتفرج على فيديوهات ومتابعة في حاجة فرستني برضو بدون ذكر اسامي. ابني بياخد درس خصوصي، المدرسين بيقولوا هنا البيت انا بدفع في الدرس 300 جنيه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده انا مدرسة اهو، واستغربت الرقم في ايه. ابنك بياخد درس خصوصي والمدرس بيجيله البيت الحصة ب 300 جنيه. طب ما تديله في مجموعة، لا علشان خاطر يلم الدنيا وما يتوهش، ويبقى المدرس مركز معاه وهو مركز مع المدرس، ما يبقاش فيه عيال كتير. حلو وجميل، اقدر كلامك ده على دماغي من فوق. هتديله درس خصوصي، طب المدرس بياخد 300 جنيه، ما تجيب 2 من زمايله معاه، ايه المشكلة؟ هما الاتنين دول اللي هيعطلوه هيقللوا التركيز. ايه المشكلة لما ابنك يقعد معاه 2 من زمايله، سواء عندك في البيت او كل مرة عند واحد فيهم، والمدرس يروح كل مرة لواحد من التلاتة، بدل ما يدفع في الحصة 300 جنيه هيدفع في الحصة 100 جنيه. هيحصل ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ انا مش فاهمة، مش مستوعبة ايه الغرض من 300 جنيه في الساعة، ازاي؟ دي الدروس الخصوصية. طيب نتكلم في ايه تاني؟ انا زي ما قلت لكم، هو مش لازم ياخد درس في مجموعة فيها 70 او 80 طالب، ممكن ياخد مع 2 3 4 والفلوس تتوزع عليهم. جهاز العرايس، وما أدراك بجهاز العرايس. ليه أشتري لبنتي أو أي واحدة تشتري لبنتها في جهازها 80 فوطة و90 فوطة و70 فوطة؟ ليه؟ في إيه يا جماعة؟ هي بتجهزها هي وولادها وأحفادها ليه؟ أنا اتجوزت من قد إيه؟ من 22 سنة. أنا متجوزة ب27 فوطة. انا طبعا ما كنتش، والله انا عمري ما نزلت مع امي الله يرحمها اشتري قشايه لجهازي، لان ما كانتش من هواياتي، هي اللي كانت بتجيب، الله يرحمها يا رب ويغفر لها، هي اللي كانت بتجيب. انا اتفاجئت وانا بجمع جهازي عشان انقله لشقتي، وانا بعد الحاجات بقى اتفاجئت بحاجات كتير قوي، حتى كنت مستغرباها. الحاجات دي اذا كانت تنفع زمان فهي ما تنفعش دلوقتي خالص. انا اتفاجئت ان انا عندي 27 فوطه، دول كتير، كتير جدا جدا جدا. يعني لما انا اطلع مثلا 3 فوط تبدا حاجه فيهم تبوظ وابدا اطلع غيرها بعد كام سنه، انا لسه ال 27 فوطه عندي كذا واحده منهم كتير، حتى ما عدتهمش، متعانين زي ما هم بتطبيقتهم. المع الدولاب وانضف الدولاب واعينهم مكانهم تاني. ليه لازمتها اذا كانوا 27 فوطه ومكفيني وفايضين بقالهم 22 سنه؟ امال بقى اللي بتجيب بال70 وال80 فوطه ليه؟ طب اللي بتروح تجيب لبنتها 8 اطقم سراير، كل سرير 8 اطقم او 10 اطقم، هي هتحارب؟ هي داخله معركه؟ ايه المشكله لما تجيب 4 اطقم؟ هي مش هتستهلك له، انت هتقعد سنين عليهم. 4 اطقم اللي هم المطرزين دول هتجيب عليهم لكل سرير طقمين اللي هم استعمال، خلص الموضوع. احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنزنق نفسنا قوي 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 كده؟ ونقول المرتب مش مكفي، انا مش عارفه اجهز العيال، اصل انا مش عارفه امشي اموري، اصل الشهر خلص وانا مش عارفه، طب هستلف من مين؟ فكري يا حبيبتي في تصرفاتك. انت من ضمن اسس البيت اللي لازم تحافظ على الفلوس اللي جايه، والمفروض تمشي الدنيا مع جوزها وولادها.
في حاجات كتير قوي قوي احنا بنهدرها ومش واخدين بالنا منها، ونرجع ننح ونعيط. فيديو قصير على حاجات حرقت لي دمي صراحة، واعتقد انها مفيدة، يمكن تفيد اي حد فيكم. اسيبكم بقى النهاردة واشوفكم الفيديو الجاي على خير يا حبايبي، مع السلامة.